على الرغم من ان المسيح الدجال مش هيظهر غير في اخر الزمان بفتنة عظيمة جدا، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة غريبة قوي، وهي ان واحد من الصحابة شاف المسيح الدجال على جزيرة معزولة في عرض البحر واتكلم معاه كمان، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق على كلامه. والقصة دي بقى بالذات لازم نصدقها لأنها موجودة في صحيح مسلم. بطل قصتنا النهاردة هو الصحابي تميم بن أوس الداري، نسبة إلى الدار فرع من قبيلة لخم. واللي حكت القصة دي بقى الصحابية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقالت إن كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن لما يكون عايز يقول حاجة طارئة للمسلمين كان بيبعت المنادي ينادي في الشوارع ويقول الصلاة جامعة، والناس كلها تتجمع في المسجد. فبتقول فاطمة إنها خرجت علشان تصلي في المسجد، وكانت هي في أول صف من صفوف النساء بعد صفوف الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كانش فيه مساجد للستات ومساجد للرجالة في عهد النبوة، كانوا كلهم بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الله. بتقول فاطمة إن بعد ما النبي سلم من صلاة العشاء قعد على المنبر وهو بيضحك وقال للناس محدش يقوم من المكان اللي كان بيصلي فيه، وقال لهم عارفين أنا ليه جمعتكم؟ ردوا عليه وقالوا له ما نعرفش، الله ورسوله أعلم. قال لهم أنا جمعتكم عشان أحكي لكم حكاية راجل اسمه تميم الداري، والراجل ده جالي وحكالي حكاية وبعدين دخل في الإسلام، وتميم ده حكالي تفاصيل عن المسيح الدجال نفس التفاصيل اللي أنا كنت قايلها لكم عن المسيح. حكالي إن هو كان في سفينة في عرض البحر ومعاه 30 راجل من قبيلتين، قبيلة لخم وجذام، والعواصف والأمواج كانت شديدة جدا، وفضلوا شهر كامل العواصف بتجيبهم وتوديهم في البحر ومش عارفين يسيطروا على السفينة ومش عارفين هم فين أصلا، وعشان كده مش هيعرف بعد كده تميم يحدد جزيرة المسيح دي فين بالظبط، لحد بقى ما لقوا جزيرة فقربوا منها على أمل إنهم يلاقوا فيها أي حاجة، ما هم تايهين وطبيعي يتعلقوا بقشاية. وهنا بقى بدأت قصة جزيرة المسيح الدجال. دخلوا الجزيرة، وأول ما دخلوا ظهر مخلوق شكله غريب جدا، أول مرة يشوفوه. جسمه مليان شعر لدرجة إنهم ما قدروش يحددوا ملامحه من الشعر ده ولا شايفين حتى وشه من ظهره. طبعا اترعبوا منه وقالوا إيه المخلوق الغريب ده؟ بس الصدمة هنا إنه رد عليهم. أيوة، المخلوق الغريب ده هو اللي رد عليهم وقالت أنا الجساسة. وبعض العلماء قالوا إن الجساسة دي معناها إنها كانت بتتجسس على الأخبار لصالح المسيح الدجال. هم كمان استغربوا سألوها يعني إيه الجساسة، بس هي ما ردتش عليهم، توهت في الكلام يعني، وكأنها بتقول لهم مش هو ده المهم. وقالت لهم شايفين المبنى اللي هناك ده؟ في راجل مستني اي خبر يجي من بره الجزيره. تميم بيقول اول ما قالت لنا كده ان في انسان عايش على الجزيره هربنا من قدامها بسرعه وخفنا لا تكون شيطان، وجرينا على المبنى اللي هي شاورت عليه، ولكن اللي شافوه كان اعظم بكتير. بيقول لقينا شخص غريب جدا، اضخم انسان شفناه في حياتنا، انسان لما تشوفه وتحس بخوف شديد في قلبك، متكتف، ايده الاتنين مربوطين في رقبته، ومن اول ركبته لحد كعبه مربوط بسلاسل من حديد. اول ما شفناه اترعبنا وقلنا له انت مين؟ قال لهم قبل ما جاوبكم جاوبوني انتوا الاول على شويه اسئله، وبدا يسالهم انتوا مين وازاي وصلتوا للجزيره هنا؟ ده المسيح الدجال هو اللي بيسال تميم واللي معاه. قالوا له احنا جماعه من العرب كنا في رحله على سفينه وتوهنا في البحر ووصلنا هنا، وبداوا ان هم يحكوا له كل حاجه حصلت بالتفصيل من اول ما خرجوا وتاهوا في البحر لحد ما وصلوا له في الجزيره. قال لهم احكوا لي عن نخل بيسان اللي في قريه بيسان، وهي قرية في الشام مشهورة إن فيها نخل كتير جدا. سألهم النخل اللي فيها ده لسه بيثمر؟ قالوا له لسه بيثمر. قال لهم قريب مش هيثمر. قال لهم احكوا لي عن بحيرة طبرية، وهي بحيرة مشهورة في شمال فلسطين. سألهم لسه فيها مية؟ قالوا له لسه مليانة مية. قال لهم هانت قريب المية اللي فيها دي هتختفي. انتم متخيلين ده بيقول لهم قريب المية دي هتختفي؟ ده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ان هو كان يقصد هنا ان يأجوج ومأجوج لما يخرجوا في آخر الزمان هيشربوا البحيرة دي، وان اولهم هيعدي على بحيرة طبرية هيشرب منها، ولما يوصل آخرهم عندها هيقول كان هنا ماء. فسألهم الدجال عن عين زغر، ودي نبع مية قديم جنوب بحيرة طبرية. سألهم العين دي لسه فيها مية وأهل البلد لسه بيزرعوا من المية دي؟ قالوا له لسه مليانة مية والناس بتزرع من المية بتاعتها. في
في صحيح مسلم الدجال معلقش على العين دي، لكن في رواية تانية قال لهم قريب مش هيبقى فيها مية وأهل البلد مش هيلاقوا يزرعوا. وكان واضح جدا من الأسئلة اللي سألها لهم إنه كان عايز يعرف نهاية العالم قربت ولا لأ، ويا ترى هيخلص من السجن ده قريب ولا لأ. سألهم كمان عن النبي اللي هيظهر في العرب، ظهر ولا لسه؟ قالوا له ظهر في مكة وهاجر ليثرب اللي هي المدينة المنورة. سألهم دارت حروب بينه وبين العرب ولا لسه؟ قالوا له قال لهم ايه اللي حصل في الحروب دي؟ مين اللي انتصر؟ قالوا له النبي هو اللي انتصر على القبائل اللي حواليه، وفي ناس كتير أسلموا واتبعوه. قال لهم أحسن لهم إنهم يطيعوه ويسمعوا كلامه. المسيح الدجال كافر، ولكنه عارف إن الخير في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلص الأسئلة قال لهم خلوني بقى أعرفكم عن نفسي، أنا المسيح الدجال طبعا، وواضح من إجابتكم كده إني قربت هخرج من الجزيرة دي وهطوف في الأرض كلها، وفي 40 ليلة مش هخلي مكان على الأرض مش هروحه إلا مكانين 2 محرمين عليا، طيبة اللي هي المدينة المنورة ومكة. كل ما أحاول أدخل مكان منهم يقابلني ملك رافع السيف بيحمي المدينة، وأي مكان في المدينتين دول هحاول أدخله هلاقي عليه ملايكة بتحرسه. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة تميم قال لهم مش أنا حكيت لكم التفاصيل دي عن المسيح الدجال قبل ما أشوف تميم؟ قالوا له حصل يا رسول الله. والحديث اللي فيه القصة دي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، اللي سمعت الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته صم. والجميل بقى إنه لما حصل كده مع تميم راح للنبي وحكاله اللي حصل ودخل في الإسلام.